الجو نار. حد هينزل معايا البحر؟ لا. نضرب غطس؟ طب تخيل بقى ملك في عز الحر ده ما يبقاش في قصره تكييفات. وهسبقك واقول لك لا سمح الله ما كانش عنده جيوب انفيه، وكان معاه كمان فلوس حق فاتوره الكهرباء. عايز تعرف ايه الحكايه؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام بصحه كويسه. وبكل بساطه انا رشا حسن وقناتي مع رشا حياه. نرجع بالزمن كده لورا لايام الملك فاروق اللي كان الصيف كله بيتنقل هو ووزارته وحكومته لمدينه الاسكندريه. وأطير أرفرف في الفضاء طيرة. سيدي على المصايف. لا مش هو ده بس السبب، ولا بسبب الحر والرطوبه الشديده في الصيف، ده كان لسبب تاني خالص تقريبا عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. ان كان قصر عابدين ما فيهوش تكييفات. تخيل قصر الرئاسه ما فيهوش تكييف. انا مش فاهم. هتتخيل ان شاء الله. وفي يوم من ايام الصيف الشديده دي جه النحاس باشا اللي كان ساعتها رئيس للوزراء وطلب مقابله جلاله الملك، والمقابله اتحددت تاني يوم على طول. واول ما وصل النحاس باشا الملك قال له خير يا باشا. مجلس الوزراء اجتمع كله يا مولانا، وفي اقتراح مهم كده عايزين نعرضه على جلالتك ونتمنى حضرتك توافق عليه. الملك طلب منه يعرض الاقتراح المهم قوي ده اللي خلى مجلس الوزراء يعمل اجتماع مخصوص علشانه. 27,000 جنيه تباشير ملون في لا السنة. من فضلك بقى دي خليها لي 100,000. انا بحب التباشير ملون جدا من فضلك. يا سلام. النحاس باشا رد وقال له عايزين نكيف قصر عابدين ان شاء الله ونركب فيه تكييفات حديثه ويبقى مقر للحكومه بدل ما الوزاره رايحه جايه كده. واهم من كل ده ان مظهر القصر يكون لائق قدام السفراء الاجانب. قال له جلالتك لو عملت كده تخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل. قصر عابدين هيبقى القصر الوحيد في الشرق الاوسط اللي متكيف، قصدي مكيف. سكت الملك كده شويه وقال له انا ما اتكيفتش من الكلام ده. اولا علشان التكييفات دي هتبوظ شكل ديكورات قصر عابدين. النحاس باشا خاف على الاجتماع اللي عمله ده كله يضيع على الفاضي، فقعد يطمن الملك ان هم هيراعوا جدا الديكورات والزخارف اللي موجوده في القصر لما يجوا يركبوا التكييفات. بس الملك ما سكتش وقال له يا باشا اللي انت بتتكلم فيه ده هيتكلف كتير قوي. النحاس باشا بص له كده وقال له وافق جلالتك وسيب لي الموضوع ده وهو مش هيتكلف كتير ان شاء الله. الملك فاروق ما ردش لا وافق ولا رفض وقال له انتظر منا الجواب قريبا يا باشا. وانتهى اللقاء على كده. وبعدها الملك طلب من السكرتير الخاص بيه دراسه جدوى عن الموضوع ده بالظبط وقد ايه التكلفه، والاهم بقى هيكون على حساب مين ده كله. كام يوم ودراسه الجدوى كانت على مكتب جلاله الملك. والمفاجاه بقى المفاجاه كانت في رقم تكلفه تركيب التكييفات دي اللي طلعت حوالي 1,200,000 جنيه. بس لا 1,200,000 جنيه استرليني. يلا هي أجرة الميكروباص. والحكومه هي اللي هتدفع التكلفه دي من جيوبهم؟ لا طبعا، دي من جيب الشعب. الملك اتصدم لما شاف الرقم ورفع سماعه التليفون على النحاس باشا وقال له والله ما بتكيف يا باشا، مفيش تكييفات هتتركب في القصر. يسكت النحاس باشا؟ ابدا، يجادل ويقول له طب بعد اذن جلالتك اعرف بس السبب. هي كل دي مش اسباب يا باشا، لكن الملك بصراحه كان عنده سبب تاني خالص غير كل الاسباب دي. قال له يا باشا عايز نجيب تكييفات باكتر من 1,000,000 جنيه استرليني علشان بعد ما نركبها ونتكيف تطلعوا تقولوا للشعب شايفين الملك اللي بيصرف ملايين عشان يستمتع بالهواء البارد وانتوا اللي هتموتوا من الفقر والحر والقرف. وقبل ما النحاس باشا يرد الملك قال له الفكره مرفوضه يا باشا وانسى الموضوع ده خالص. وفعلا فضل قصر عابدين بدون اي تكييفات طول فتره حكم الملك فاروق. والحكايه دي تعلمك ان التكييف ده حاجه مهمه جدا حتى لو هيكلفك كتير. ودي كانت حكايتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستنوني في حكايات حلوه كتير من مع رشا حياه. باي باي.